هاي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اول فيديو لينا في السنة الجديدة، يا رب تكون سنة حلوة علينا كلنا ان شاء الله. زي ما شفتوا في عنوان الفيديو عن مفضلاتي لسنة 2022، الحاجات اللي انا جربتها وعجبتني بالنسبة للشعر والسكين كير وللميك اب، جربتها وعجبتني. بس يا جماعة قبل ما نبدأ الفيديو، اللي مش عامل سبسكرايب للقناة يا ريت تعملي سبسكرايب وتفعلي الجرس وتختاري اول علشان اول ما ينزل الفيديو يجيلك على طول نوتيفيكيشن. ويا ريت يا جماعة لايكس للفيديو لو عجبكم. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هكلمكم عنها الحاجات اللي انا جربتها للشعر، بصراحة مش كتير قوي، هي حاجات قليلة ولسه في حاجات انا بجربها، فهقول لكم بس اللي انا جربته السنة دي. البلسم ده عجبني قوي من دوف، حلو جدا بيطري الشعر جدا وحلو قوي. كمان البلسم التاني اللي عجبني قوي وكانت ريحته فظيعه، بس العلبه بتاعته رميتها، هحط لكم صورتها هنا، بتاع لوريال اللي هو لونه بنفسجي. البلسم بتاعه تحفه تحفه جدا وعجبني قوي، فعلا بيطري الشعر جدا وريحته رهيبه. بعد كده من الحاجات بتاعت السكين كير انا جربت ايفا الفوت سكراب، كنت كلمتكم عنه قبل كده. بصراحه يا جماعه حلو جدا جدا، يعني لو لقيتوه انا يعني جايباه من بدايه السنه اللي فاتت، فمش عارفه هو لسه موجود ولا لا، بس بجد حلو قوي. وانتي في الشاور كده تحطيه وتعملي بيه سكراب، بينعم الكعب قوي والرجلين، ف انصحكم ان تجربوه. كمان جبت برضو لونا برضو من المرطبات الحلوه قوي، واللي متابعني على الانستجرام هيشوف ان انا جبت برضو قريب لونا اللي هو الليب بالم، بس لسه بجربه عشان كده مش قادره يعني اديكم فيه راي. لكن لونا طبعا بتاع الهاندز والهيلز اللي هو بتاع الايدين والقدمين، تحفة برضو، بيطري جدا وحلو قوي خاصة في الشتاء وتقيل شوية، ف بصراحة عجبني قوي وبستخدمه خاصة في الشتاء، حلو جدا. من اكتر الحاجات اللي عجبتني قوي للجسم من باث اند بادي ووركس، وعجبوني قوي في ان هما كترطيب وكريحة فظيعة جدا. فظيعة يعني حلوة يا جماعة، معلش يعني ممكن الناس تفهمش كلمة فظيعة اللي انا بقولها دي. البادي كريم والبادي ميست اللي هو تشيري بلوسوم عجبني قوي قوي، وريحته بتفضل يعني اليوم كله. بس خلي بالكم ان البادي ميست بيسيب لون، يعني مش لابسه طرحه فاتحه او لبس فاتح وترشي عليه علشان بيعمل لون احمر، لكن ريحتهم رهيبه للناس اللي بتحب ريحه الورد، يعني عشان انا عارفه ان في ناس بتحب الروائح الفروتس والشجري، لا انا ما بحبهمش، انا بحب الروائح الورد اكتر. فدول بالنسبه لي من احلى الحاجات اللي عجبوني جدا جدا. نيجي بقى للحاجات اللي عجبتني السنه دي في الميك اب. هنبتدي اول حاجه بالفاونديشن، اللي متابعني عارف طبعا ان انا جربت انواع كتير من الفاونديشنز. اكتر نوع عجبني ده بتاع ميبلين سوبر ستاي، عجبني قوي قوي، عجبني ده اللي انا حاطاه دلوقتي. هو ميديوم كفرج مش فول كفرج، و يعني مناسب قوي لبشرتي. انا بشرتي مختلطه، مايله على الجفاف، خاصة في الشتاء بتبقى مايلة لجافة، فمختلطة الجافة اللي عنده بشرة مختلطة الجافة هيكون ده حلو معاه. بصوا يا جماعة الدرجة بتاعته 10 ايفوري، هكتب لكم الدرجة هنا. ده بالنسبة لدرجتي انا، اللي درجته زي درجتي، الدرجة دي حلوة قوي وميديوم كفرج. تاني حاجة البلاشرز اللي جربتها السنة دي شي جلام وتشاو. اللي ما شافش الفيديو بتاع ان انا عملت فول ميك اب من تشاو يروح يشوفه يا جماعه، عشان هتعرفوا بجد ان تشاو ده براند يعني في حاجات حلوه جدا وسعره واو، يعني سعره رخيص جدا، ف روحوا شوفوا الفيديو عشان تعرفوا. شي جلام عجبني اوكي، يعني مش احلى حاجه بصراحه، يعني مش عارفه، مش احلى حاجه بالنسبه لي. جايبه درجه هاش هاش وهي دي اللي انا حطاها. الدرجه مش ثابته قوي، بس يعني ظريف. ده بقى تشاو
فظيع بقى يا جماعه. ثابت جدا. ده باودر بصوا قد ايه كده، بس جباره يعني. البلاشر بتاعهم ثابت جدا. وطبعا بحط منه خفيف قوي. هو ما عندهمش درجات كتير، تقريبا هي الدرجه دي ودرجه تانية بس. جايباها من على امازون. فعجبني ان هو ثابت، فحلو قوي. بعد كده الايلاينرز. انا جربت الايلاينر برضو بتاع تشاو، وده ووتر بروف، وهو عجبني يا جماعه ان هو ثابت لفتره طويله جدا، يعني ما بيسيحش ولا يتمسح ولا اي حاجه. بس زي ما قلت لكم هو عايز حد بروفيشنال شويه، لان بصوا الريشه التب بتاعته او الابليكيتور بتاعه بصوا عامل ازاي، يعني رفيعه جدا، يعني مش قلم، مش سن قلم، هي فرشه. ففرشه رفيعه قوي. فهي عايزه، انا حطاها على فكره، حاطه منه دلوقتي. عايزه حد يكون متمكن ان هو يرسم بالايلاينر. بس طبعا هو تحفه، سواده حلو جدا، وطبعا سعره وهمي. فمن الحاجات اللي انا عجبتني السنه دي. تاني حاجه الايلاينر بتاع شي جلام برضو عجبني قوي. وعجبني فكره ان هو الناحيه دي في كده طباعه كده بتطبع شكل الوينجز، يعني هي جاهزه مرسومه جاهزه، بس بتحطي كده ترسم شكل الوينجز او الجناحات بتاعه الايلاينر. فدي ظريفه قوي، الفكره دي عجبتني قوي. والناحيه التانية سن قلم كده، فبيبقى سهل ان انتي ترسمي بيه. بعد كده جربت برضو للحواجب من شي جلام برضو القلم ده. هو ناحية سنه كده رفيع، بصوا زي ما انتم شايفين كده، يعني بترسمي بيه شعرات يعني رفيعة كده في الحاجب. والناحية التانية فرشة بتسرحي بيها حواجب. فده برضو عجبني قوي، ولونه حلو ظريف، اللون البني اللي هو مش غامق قوي. فعجبني قوي القلم ده بتاع شي جلام بتاع الحواجب. جربت كمان ماسكارة الحواجب دي من فوريفر، برضو حلوة، بس برضو يعني بتاخدي بالك ان انتي تخففي قوي. بقعد امسحها كده كتير علشان ما تلخبطش الدنيا. بس لونها زي ما انتم شايفين، يعني لونها حلو وواضح وقوي، والبني بتاعها حلو. وبتبقى ثابته برضو فتره طويله قوي. بعد كده يا جماعه الماسكارا برضو كلمتكم عنهم كتير قبل كده. اللي متابعني على الانستجرام هيعرف ان انا برضو اكتشفت الماسكارا بتاعه تشاو يا جماعه، عجبتني جدا. يعني بصوا محدش اتكلم عنها قبل كده، بجد عجباني. اسمها بيج بولد، وعجبتني قوي الابليكيتور بتاعتها. هي ضخمه شويه كده بصوا، بس بتدي فوليوم وطول للحواجب حلوه قوي. وظريفه ان انا بستخدمها في النهار، يعني مش بتبقى تقيله قوي. فعجبتني قوي. وسعرها طبعا يعني اكيد زي ما انتوا عارفين براند تشاو سعرها حلو جدا، كان تقريبا 85، فحلوه قوي. وطبعا الماسكارا اللي انا بحبها وما بستغناش عنها ابدا، وبحب احطها بالليل اكتر، فولسيز لاشز بتاعه ميبلين. طبعا دي انا لغايه دلوقتي ما لقيتش حاجه تنافسها او تعديها. هي عجباني جدا لانها فعلا بتقل الحاجب، بحس انها بتدي تقل كده، سمك للحواجب، ولونها اسود قوي، يعني بتدي فوليوم وبتدي طول ولونها اسود، فحلوه جدا، فعجباني قوي، واعتقد هتفضل ماي فيفورت. بعد كده بقى الاي شادو. الباليت دي انا كلمتكم عنها قبل كده، ويت ان وايلد، برضو حباها جدا، بحب الوانها قوي. يعني انا عندي دايما اللونين المفضلين، اللي هو اللون الاورنج واللون البينك الغامق ده. ما بجيش تقريبا عند الالوان التانية، بس دول من الالوان اللي انا بحبها قوي. وبحب انها البيجمنت بتاعتها واضحة، يعني لو انتوا شايفين في التصوير انا حطاها برضو، البيجمنت بتاعتها حلوة. هي الصراحة مش ثابتة قوي، بس البيجمنت بتاعتها قوية،
فمن الحاجات اللي انا بحبها جدا. اخر حاجه اكلمكم عن الارواج. اكتر روجين عجبوني السنه دي بتاع لوريال. طبعا هو اتمسح من عليه كل حاجه، هحاول ادور لكم على الدرجه بتاعته. عجبني قوي. بصوا قرب يخلص اصلا. بحب الدرجه دي جدا. اللون اللي هو البينك الغامق طري كده وكريمي وحلو قوي، وطبعا مش ثابت يعني زي ميبلين سوبر ستاي، بس انا عاجبني ان هو كريمي قوي فحلو قوي. طبعا لو كلتي وشربتي وكده هيتمسح، بس بحبه. النوع التاني بقى تشاو. برضه هكلمكم عن تشاو يا جماعه، مش قادره اصدق اني يعني جد اكتشاف. هو تشاو ده براند جربوه مش هتندموا. برضو انا جايبه الدرجه دي تقريبا قريبه من نفس الدرجه، وهي دي الدرجه اللي انا حطاها. سعره وهمي طبعا، اقل كتير من لوريال ومن ميبلين والحاجات دي. كمان عجبني ان هو ثابت، يعني تاكلي وتشربي وكل حاجه وبيفضل كده وكريمي مش مط، يعني مش بينشف الشفايف زي ميبلين سوبر ستاي، فحلو جدا. فده برضو ماي فيفورت السنه دي، واعتقد ان انا لو خلص هجيب منه تاني. كده يا حلوين نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايكس يا جماعه وكومنتس علشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس، وبحبكم كتير. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.